النهارده موضوعنا مهم جدا جدا جدا، لان معانا راجل للاسف اتحكم عليه انه يغسل المواعين. ايوه، يغسل المواعين زي ما سمعتوا كده. راجل بعته بيقول لي قولي لي اعمل ايه واتصرف ازاي. مراتي بتقول لي لازم يبقى في بينا مساواه وعدل، وزي ما انا بصرف في البيت انت كمان تغسل المواعين. في الاول ما بقتش فاهمه ولا مستوعبه، قلت له هو انت قاعد من غير شغل؟ طب ما ليها حق. قال لي لا، انا بشتغل، انا وهي بنشتغل في مكان واحد، لكن هي سوسه وقرده قدرت في وقت قليل جدا تترقى وتترقى وتترقى، ومرتبها تقريبا بقى 3 اضعافي. ومن يوم ما اترقت في الشغل وطول الوقت الناس في الشغل بيقولوا قد ايه هي شاطره وممتازه وبتعرف توصل للي هي عايزاه. وده انا مش عارف ليه، معرفش ليه هي دايما اللي بيدوها فرص غيري خالص. المهم ان هي اترقت 2 3 ومرتبها زاد. فمن يوم ما مرتبها زاد وهم بقى ينفخوها في الشغل ويقولوا لها قد ايه هي بتفهم وقد ايه هي استاذه ومالهاش زي، وهي اتنفخت عليا في البيت. لما جت اطلب طلب تقول لي ما تقوم تعمله لنفسك. يا بنتي ما عملتلناش لقمه ناكلها ليه؟ انا كنت راجعه تعبانه ومش فاضيه. والهانم بقت تقعد اوفر تايم فوق الوقت بتاع شغلها عشان خاطر المدير يبقى مبسوط بيها قوي، وكمان بتقبض اكتر لما بتقعد اوفر تايم. اقول لها ولازمته ايه؟ ده انا ما بقعدش اوفر تايم. تقول لي انت واحد فاشل، انا ماليش علاقه بيك. وفضلت المشاكل تزيد 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 لدرجه ان قلت لها انا ممكن احكم عليكي ان انت تقعدي من الشغل. قالت لي ليه؟ هو حضرتك تقدر تشيل البيت ده لوحدك؟ احنا عندنا عيلين، والعيال دلوقتي في مدارس انترناشونال، وانا اللي عملت كده مخصوص عشان احسن من مستوى عيالي. ده غير ان انا طالع عيني عشان اقدر ادفع مصاريفهم اللي انت بتدفع ربعها وما بتدفعش غير كده. هتقعدني بقى ونعمل ايه ساعتها؟ قلت لها خلاص اهتمي ببيتك، اهتمي بيا واهتمي بالعيال. العيال اللي انت بتتكلمي عنهم يا مدام ما بقوش يشوفوكي، لان انت بتصحي من صباحيه ربنا بترجعي لنا الساعه 7 و8 بالليل مش شايفه قدامك. قالت لي والله المفروض نقسم شغل البيت ما بيننا. الاول افتكرتها بتهزر، افتكرتها انها بتضحك معايا، لكن لقيتها بجد بتأمرني ان احنا نقسم شغل البيت. تقولي انا يوم هعمل الاكل واطبخ واغسل واعمل المواعين، وانت يوم تعمل كل اللي انا بعمله. قلت لها ليه ان شاء الله؟ انت شايفاني ايه؟ منزل اجيب لك باروكه احسن. قالت لي اهدى بس، هو فيها ايه؟ اشمعنى انا بحط فلوس في البيت؟ يبقى طالما بحط فلوس زي ما انت بتحطه يمكن انا كمان ببقى اكتر منك، انت كمان تشاركني في شغل البيت. قلت لها لا ما تحطيش. قالت لي وهنعيش ازاي؟ انا عارف فعلا انها شايله كتير عني، وعارف ان لولاها ما كانش الولاد دخلوا المدارس اللي هم فيها دلوقتي، لكن ما وصلتش لدرجه انها تشغلني عندها مرمطون. طبعا انا اعترضت وصرت واتخانقت، وبقت تقول لي لا ده عدل ربنا، زي ما انا بدفع انت كمان تدفع، وبتتكلم بكل جراءه وبجاحه، لدرجه ان امها كانت عندنا زياره. قلت اشهدها، ست كبيره وكمل وهتعقل بنتها. رحت قلت لها شفتي بنتك بتقول لي اغسل المواعين زيك واطبخ زي ما انا بطبخ، زي ما انا بحط فلوس في البيت، انت كمان تشيل معايا شغل البيت. لقيت امها بكل برود تقول لي وفيها ايه يا ابني؟ ما هي بنتي مضيعه فلوسها عليكم. هي بنتي لو بتفكر في نفسها وفي مستقبلها كانت تدخل لها جمعيه واتنين وزمانها كان معاها عربيه، لكن حرمت نفسها من كل متعه الحياه عشان خاطرك انت وعيالك. يعني فيها ايه بقى لما تقف جنبها ويبقى ايدك بايديها؟ طب والله 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 مفروض ان انت اللي تشيل عنها وتعمل كل حاجه بدلها، مش يوم ويوم، ده كل يوم. ساعتها اتفرست، ولولا انها قاعده في بيتي كنت زماني طردتها بره. وفاتت الايام وعلى طول في خناق في خناق في خناق، لحد ما جت واحده جارتنا سكنت جنبنا. كانت ست مش هقول صغيره قوي، اكبر مني انا ومراتي يجيب 10 سنين، وارمله وعندها اولاد. من يوم ما سكنت جنبنا والست دي الله يبارك لها هي بتتودد لينا وبتقرب لينا، وولادها بقى يحبوني جدا وانا كمان بقيت احبهم، وبقى يدخلوا يلعبوا معايا بلاي ستيشن او انا ادخل عندهم. والست واحنا قاعدين بنلعب تدخل لنا بصينيه الكيكه، تعمل
لنا اكله وتجيبها لنا، توضب لنا سندوتشات. بيني وبينكم شفت معاها انا ما شفتوش والله، بقالي كتير جدا ما شفته، تقريبا من ساعه ما سبت بيت امي وانا ما تهنتش الهنا ده. لدرجه ان انا وحشني الاكل الحلو ده، وحشني الدلع، وحشني ان في حد يبقى مهتم بيا من غير ما اطلب، وحشني ان حد ما يقوليش اعمل وسوي ويبقى حاسس انه بيتفضل عليا باي شيء بيقدمه لي. حسيت ان انا نسيت مراتي اصلا، وما بقتش ادور هي هتيجي امتى، وهي تيجي من بره بزعابيب امشير. اول ما تلاقيني قاعد بلعب انا بلاي ستيشن انا وولاد الجاره، الاقيها اتجننت وصوتت وزعقت وتقول لي هو انت قاعد بتلعب يا بيه وشغل البيت سايبه لمين؟ وما بتراعيش ان في عيال قاعده معانا، لدرجه ان هم اصغر مني بشويه حلوين بيقعدوا يضحكوا ويقولوا لي ايه ده، هو انت مطلوب منك تغسل المواعين ولا ايه؟ ويبقوا مش قادرين يمسكوا نفسهم من الضحك. وانا ما بقتش قادر على العيشه دي. قلت لها 100 مره لما تلاقي حد غريب قاعد ما اسمعش صوتك، وياك تتكلمي بالاسلوب ده اصلا، لكن مفيش فايده، دي بتزيد فيها اكتر واكتر. لحد ما فكرت هو ليه ما اتجوزش جارتي؟ ست طيبه وحنينه وست بيت وولادها بيحبوني. انا اصغر منها بحبه حلوين، لكن هي دي الكارت اللي هيخلي مراتي تتعلم الادب، هي دي الكارت اللي لو لعبت بيه مراتي هترجع تمشي على عجيب ما تلخبطه. وابتديت بقى اكلمها على الرسول عليه الصلاه والسلام، وان ايام الرسول الصحابه كانوا بيتسابقوا يتزوجوا من الارامل، وان مفيش مشكله لما واحد يتجوز من ارمله، وان اهم شيء في الست ان هي تكون حنينه وتدلع الراجل مش مهم سنها. وابتدت هي تشك، وابتدت تتعصب وتتنرفز وتقولي هو انت قصدك ايه؟ هو انت سايب الدين كله ومش حافظ منه غير فكره الراجل اللي بيتجوز واللي كانوا بيتسابقوا عشان يتجوزوا الارامل؟ ايه حكايتك؟ لكن انا فضلت طول الوقت اعلي في العيار لدرجه انها قالت لي اوعى تخلي جارتنا تدخل هنا تاني ولا اولادها يدخلوا عندنا. قلت لها عادي هروح لهم انا. قالت لي انت راجل مستفز وانا مش عايزه اعيش معاك. قلت لها انت اتجننتي ولا ايه؟ قالت لي بقول لك انا مش عايزه اعيش معاك. دلوقتي انا فعلا بفكر ان انا اتجوز جارتنا. اولا مرتاحه ماديا وعندها معاش محترم جدا لان جوزها ميت وبتاخد معاشه، ولادها بيحبوني جدا. الست ما بتعملش حاجة في حياتها غير ان هي بتجيب لي اكل زي ولادها وبتعمل كل حاجة كويسة معايا، وعمري ما سمعت صوتها عالي زي صوت مراتي، وعلى الاقل احسن من اللي عايزة تشغلني مرمطون عندها. فانا محتار ومش عارف، خايف اعمل كده اخسر مراتي واخسر عيالي، وساعتها هندم في وقت لا ينفع الندم. وخايف ما اعملش كده ابقى بضيع من ايدي فرصة ذهبية، بضيع ست فعلا بتتودد لي وبتعمل عشاني كل حاجة. انا ما اعرفش هي بتتودد لي عشان خاطر انا صاحب ولادها، ولا فعلا هي ممكن تكون معجبه بيا بس مكسوفه تقول. انا مش عارفه اتصرف، وبعت اقول لك قولي لي اعمل ايه؟ اتجوز واتهنى ولا ارضى باللي مراتي عايزه تفرضه عليا واغسل لها المواعين؟ دي المشكله اللي جات لي. وصراحه انا كنت حاسه الراجل وهو بيتكلم هو راجل شويه يبدو كوميدي، وهو بيحكي اللي هو بيحكيه ده تحس ان انا مش قادره. انا كنت عايزه اضحك، مش قادره، مستغربه. هو ده حل المشكله؟ يعني انت عشان مش عايز تغسل مواعين لمراتك وهي شايفه ان المفروض تشاركها زي ما هي بتشارك معاك في البيت، فانت دورت على عروسه لقطه تانية معاها فلوس وبتقبض معاش؟ ده انت كمان عملت لها بحث حاله وعرفت هي بتقبض كام ومعاها كام، وعرفت كل التفاصيل. طيب لو ما كانتش الجاره دي بتقبض القرشين اللي بتقبضهم، كان هيبقى برضو قرارك انك تتجوزها ولا ساعتها القرار كان هيختلف؟ بص يا ابن الناس، هو حقيقي العيب عندك، العيب مش عند اي حد. حتى مراتك لو اساءت التصرف او اساءت التعبير في طلبها للاشياء اللي بتطلبها منك، فانت برضو اللي غلطان. اصل ما ينفعش الست تكسر عين جوزها، وما ينفعش الراجل
يبقى شايف مراته بتكبر وبتنجح وهو قاعد يقول انا اعمل، انا بعمل اللي عليا. لا، انت ما بتعملش اللي عليك. واكبر دليل ان هي بتكبر وبتنجح وبتترقى لكن انت يا دوب محلك سر. اكبر دليل انها بتاخد ساعات زياده في شيفتات واوفر تايم لكن انت لا. واكن عندكم في البيت الايه معكوسه، بدل ما انت اللي تاخد ساعات زياده وتشتغل وتكبر، هي اللي بتعمل دورك وانت بتروح بدري عشان تلعب بلاي ستيشن. فانت اللي غلطان. بدل ما تدور تحل المشكلة ازاي عن طريق واحدة تساعدك بفلوسها، دورلك على شغلانة تانية تزود من دخلك. فساعتها مراتك تقول لها انا مش محتاج ساعات الاوفر تايم اللي انت بتاخديها، وارجعي بدري عشان تشوفي ولادك وتشوفي واجباتهم وتشوفي هم هيحبوا ياكلوا ايه وتشوفي كل اللي هم محتاجينه، وانا عليا اقوم بدوري حتى لو هنحت في الصخر، عشان حتى لو هتساعدي في البيت تبقي بتساعدي يا دوب على القد، مش بتساعدي اكتر وبتدفعي اكتر من اللي انا بدفعه. يا رجاله اوعى تخلي مراتك تبقى خيرها عليك، اوعى تخلي مراتك تحس ان هي اللي بتتفضل وتحس ان من غيرك تقدر تعيش. كل ست مننا بتحب الراجل اللي تسند عليه، كل ست مننا بتحب الراجل اللي يكملها وتحس انها من غيره محتاسه. هو ده الست مهما نجحت ووصلت لمناصب عايزه الهديه اللي تفرحها، عايزه الكلمه الحلوه اللي تطيب خاطرها، عايزه الحنيه والمداديه، عايزه تحس ان في راجل واقف في ظهرها، عايزه تحس ان في حد بترمي عليه حمولها. مهما تبدو قدامك هي قويه وجامده، في الاخر هي عايزه طبيعه ربنا تتحقق فيها، وطبيعه ربنا اللي ربنا فطرها عليها انها تكون محتاجالك، خلقت من ضلعك فطول الوقت عايزه تبقى محميه فيك. فاوعى تستسلم لدور ما هي اللي بتدفع خلاص بقى، ما هي اللي بتحب تشتغل اكتر، انا مالي. لا، انت ليك ولازم تعمل اكتر من كده، وانت لسه شاب صغير. ضاعف مجهودك زي ما هي بتضاعف مجهودها عشان تحسن من مستوى البيت، عشان تدخل الولاد مدارس افضل، لكن انت فاهم انك بتعمل اللي عليك وانت مقصر جدا. فلو سمحت بلاش تفتكر ان الحل انك تتجوز الرجاله اللي عندها معاش. السجاره اللي عندها معاش دي بتربي بيه يتمه، باصص في فلوس اليتمه اللي مفروض كل الناس ياخدوا بالهم منهم ويساعدوهم. انت بترسم تتجوزها عشان المعاش بتاعها اللي اكيد هو مكفيها بالعافيه. لو سمحت خليك راجل بمعنى الكلمه، خليك راجل بجد، واعمل اللي عليك واعمل فوق واكتر كمان من اللي عليك. وقول لمراتك انا ما بقتش محتاج حاجه، وحتى لو قررتي ما تدفعيش انت براحتك. وعلى فكره كون ان مراتك بتدفع فلوس في البيت فتتفضل وكرم اخلاق منها. الست غير ملزمه انها تساهم في البيت لان ربنا جعل القوامه على الرجال، فلازم تبقى عارف دينك كويس قوي. ولو كنت عارف امور دينك صدقني ما كانتش هي كسرت عينك.